الأخبار الموجزة ليوم السبت. سافر وزير الداخلية للإمارة الإسلامية الملا سراج الدين حقاني إلى مقاطعة جوزجان وزار تذكار شهداء الصحراء ليلى ودعا لهم. حسب تصريحات الإدارة للسكك الحديدية تم نقل 53,654 طنا متريا عبر سكة حديد أفغانستان في الأسبوع الماضي. عاد أحد الموهوبين في البلاد الدكتور محمد عظيم كبير بعد وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم إلى أفغانستان من ألمانيا اليوم، والدكتور كان يعيش خارج البلاد منذ فترة طويلة. تم الانتهاء من أعمال بناء الشارع في قرية 29 في المنطقة 7 وتم تسليمه للاستخدام. تم تسليم المسجد والمظلة في مبنى المديرية العامة للمعلومات الجغرافية للاستخدام. تم التبرع ب5,420 كتابا دراسيا بقيمة 23,000 دولار أمريكي إلى 276 مدرسة بتنسيق من وزارة التربية والتعليم ودعم من اليونيسف في مقاطعة لوجر. استمع وزير الصناعة والتجارة نور الدين عزيزي خلال زيارته إلى مقاطعة هلمند مشاكل رجال الأعمال والمستثمرين في هذه المقاطعة وأكد على حلها. قال المتحدث الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر الأفغاني إنه خلال الأشهر العشرة الماضية تم علاج 1000 مصاب بأمراض القلب في مستشفيات مدينة كابول.